مساء الفل عليكم. تعالوا النهاردة نعرف سر نجاح الكيكة الصيامي. النهاردة هقول لكم على 3 أسرار مش سر واحد لنجاح الكيكة الصيامي، هتاكلوا بيها أحلى وألذ كيكة. الناس اللي بتغمق منها الكيكة تنسى الكلام ده خالص، والناس اللي بتطلع معاها الكيكة مكتوبة مش هتطلع تاني، والناس اللي مش بتطلع معاها الكيكة مرتفعة انسوا بقى خالص. النهاردة هتعملوا كيكة تحلفوا بقى بيها ان هي أحلى من بتاعة الفطار 1000 مرة. الكيكة دي بقى لا فيها لا بيض ولا لبن ولا سمنة ولا زبدة ولا لبن. معمولة من ايه هوريكم، ولا حتى لبن ولا حتى لبن صيامي. معمولة من المية، كيكة معمولة من المية، بس ايه تحفة. هقولك على 3 أو 4 نقاط تاخدي بالك منهم في الكيكة، ومعلقة سحرية بتودي الكيكة بقى في حتة تاني خالص. كل ده هشوفوه معايا النهاردة في الفيديو. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. يا ريت نحاول نوصل القناه ل100 ألف مشترك كده، عشان اعمل لكم حفله حلوه جدا لحفله ال100 ألف مشترك. ويلا نبدا ونشوف عملنا ايه في الكيكه دي. معاكم شيف نرمين الماجد. واول حاجه هنعملها هي هنجيب برتقانه ونقشرها، وبعد ما نقشر البرتقانه هناخد حته صغيره من القشر بتاع البرتقان ونقطعها كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش هحط ده كله في الكيكه يعني ده انا هاخد بس معلقه صغيره من بشر البرتقان، وباقي بشر البرتقان ده انا مش هرميه. ليه بقى؟ عشان انا هعمل منه وصفه جامده جدا انضف بيها بيتي كله قبل العيد. فانتظروا بقى الوصفه اللي جايه، عشان الوصفه اللي جايه دي حاجه جامده جدا جدا. اوعوا ترموا القشر، حطوه في الفريزر واستنوني. دلوقتي هنمسك البرتقانه بعد ما قشرناها وهنضربها في الخلاط. طبعا عشان انا هعمل حاجات كتير بالبرتقان فانا هعمل كذا برتقانه، لكن الصينيه الكبيره اكبر صينيه بتاخد برتقانه واحده بس، كوبايه ونص من الميه. تمام، برتقانه واحده وكوبايه ونص من الميه. واحنا بنعصر البرتقانه هنرمي معاها شويه من قشر البرتقان، يعني معلقه صغيره من بشر البرتقان، مش هناخد البرتقانه كلها بالقشر بتاعها. وبعد ما نضربهم كويس قوي قوي في الخلاط ونتاكد ان الالياف بتاعه البرتقان كلها دابت، نبتدي ان احنا نعمل ايه، نبتدي نجهز الكيكه بتاعتنا. نتكلم بقى دلوقتي عن الكيكه الصيامي ونقول ايه اسرار نجاح الكيكه الصيامي. اول سر اللي انتوا شايفينه ده، يكون البرتقال او العصير اللي احنا هنحطه في درجه حراره المكان، يعني ما يكونش ساقع. الميه ما نحطهاش ساقعه وما نحطهاش دافيه. الميه الدافيه او الميه المغليه دي احنا بنحطها في مرحله تاني، لكن مش هي اللي بنعجن بيها الكيك. دلوقتي هنبتدي ناخد البرتقال كله كده بالالياف بتاعته كله، مش هنصفي حاجه. هناخد كوبايه من عصير البرتقال وهنخلي كوبايه كده على جنب، لو عوزنا مثلا هنحط منها شويه. ونجيب كمان كوبايه الا ربع من السكر. ما بحبش اكتر من السكر، ما احطش كوبايه انا سكر، كوبايه الا ربع، لان السكر الكتير بيغمق الكيكه، خلي بالكم الحته دي. واضيف نص كوبايه من الزيت، وهنبتدي ان احنا نضربهم كويس قوي بالشكل ده لحد ما يبتدوا ان هما يتجانسوا مع بعض. ومفيش مانع ان انا استخدم مضرب كهرباء لو متوفر عندي، لو مش متوفر عندي ممكن استخدم الخلاط او ممكن استخدم المضرب اليدوي. المشكله بقى ان احنا بنستعجل، فاحنا مش هنستعجل، احنا هنضرب الكيكه كويس قوي لحد ما اتاكد ان السكر والعصير والزيت انضربوا مع بعض كويس قوي. وعايزه اقول لكم ان بصراحه من خبرتي الكتير في عمل الكيكه اتضح لي ان الكيكه اللي بتتعمل من غير بيض وسمنه بتبقى احلى بكتير بجد، يعني مش كلام. هضيف هنا سنه كمان بشر البرتقان عشان الريحه بقى تبقى جامده، وتبقى الكيكه كده وهي جوه الفرن ماليه البيت ريحه. انا احب كده ريحه الكيك يبقى جامد. مش معنى ان مفيش بيض بقى ان الكيكه ما يبقاش، لا ما بقى لهاش ريحه، ده لازم يبقى لها ريحه وتتسمع الدنيا. هنيجي دلوقتي بقى نضيف الدقيق بتاعنا. انا محضره كوبايتين وربع من الدقيق، هحط كوبايتين وهشيل الربع على جنب لو احتاجته. طبعا الدقيق بيكون دي مخبوزات دقيق كيكات عشان بس تطلع معانا الكيكه زي ما انتوا شفتوا. باكو كامل من الكيك شيف، باكو كامل ما نقص منه ولا ثانيه. تمام. ونيجي بقى للمعلقه السحريه، وهي معلقه هرميه من النشا، يعني معلقه كبيره كده من النشا. معلقه النشا دي بتعمل ايه بقى في الكيك عشان نفهم؟ معلقه النشا دي اللي بتعمل لك وش ذهبي للكيكه، وتخلي لك الكيكه كده من فوق لما تترفع ما تنزلش تهبط تاني، لان النشا بيجمد الحاجه. نحط معلقه النشا كده ونضرب ضربه كده خفيفه للكيكه، وما تنسوش ترشوا رشه ملح خفيفه قوي على الدقيق. اوكي.
ولو انتوا عندكم بيكنج صودا حطوا نص معلقه، مش عندكم بيكنج صودا مش لازم. الكيك شيف بيأدي الغرض وزياده. وبعد كده نجيب صينيه ونبطنها كويس بالدقيق والزيت، وما تبقى الصينيه متبطنه حلو جدا، ونحط نص الصينيه كيك ونسيب النص التاني فاضي. اول ما تبداي في عمايل الكيك تكوني مشغله الفرن فوق وتحت، تمام. اول ما تيجي تحطي الصينيه تطفي الفرن اللي فوق، وتدخلي الصينيه في الرف الوسطاني على الفرن اللي تحت، وتبقى درجه الحراره يعني عاليه سنه بس مش عاليه قوي. تقفلي البوتاجاز وما تفتحيهوش ابدا ابدا قبل نص ساعه، اوكي. تظبطي التايمر بتاعك على نص ساعه، بعد نص ساعه تبصي على الكيكه بتاعتك. في الوقت ده لازم ندلع الكيكه بتاعتنا يا جماعه، ما تنفعش كيكه صيامي كده تبقى ما فيهاش حاجه. نجيب بقى كوبايه من عصير البرتقال، بس دي بقى نصفيها ومش مش هنخليها بالالياف بتاعتها. صفيها كويس جدا عشان الكيكه تقدر تمتص طعم، اوكي. واحط عليها 3 معالق من السكر. عشان كده قلت لكم اول الفيديو اني ما بحطش السكر كتير في الكيك، لان اغلب الكيكات بتاعتي بيبقى عليها توبينج او صوصات او حاجات زي كده. ونرفعهم على البوتاجاز. وبعد كده اول ما يبتدوا يسخنوا شويه نبتدي نجيب ربع كوبايه من ميه، عليها معلقه كبيره من النشا، عليها سنه صغيره من عصير التانك علشان خاطر يدي ريحه ولون. مفيش عصير تانك مش مشكله، ممكن نحط لون طعام، مفيش خالص برده مفيش مشكله، البرتقال اصلا لونه كده. ونبتدي ان احنا نزودهم يعني حبه حبه كده واحنا بنقلب. هنلاحظ ان الصوص تقل سنه، بس مش تقل قوي، يعني تقل سنه صغننه كده. خلاص نبتدي ان احنا نحط الصوص على جنب، اوكي. ونبتدي الصوص يبرد، لازم الصوص يبقى بارد، الكيكه تبقى سخنه، مش الاثنين سخنين ولا هما الاثنين باردين، اوكي. بس انا عملت الصوص. طبعا انا المفروض ان انا اعمل الصوص اول الكيك، انا كنت مجهزاه، بس ده ترتيب التصوير يعني. انا كنت مجهزه الصوص وحطاه على جنب، ودخلت الكيكه للبوتاجاز وسبتها نص ساعه. بعد مرور نص ساعه كامله ايه اللي بيحصل بقى؟ بعد مرور نص ساعه هتبداوا تكشفوا على الكيكه. لو لقيتوا وش الكيكه جناب الكيكه ابتدت تحمر، يبقى هتشغلوا الشوايه لمده دقيقتين مش اكتر. ما تسيبوش الكيكه لحد ما وشها يا جماعه عشان هي اصلا هي استوت يعني. وتأكدوا من سوى الكيكه بمنتهى البساطه بخله اسنان، بطرف سكينه، تدخلوه بس كده للكيكه. لو طلعت من غير عجين خلاص يبقى الكيكه كده تمام. شايفين الصوص وجمال الصوص ده؟ على طول يبقى بارد تطلع الكيكه سخنه نزقيها صوص نغطيها على طول، اوكي. بس احنا الافضل ان احنا ما نطلعش الكيكه على طول من الفرن، نسيبها سنه اول ما نطفي الفرن عشان تتعادل مع درجه حراره الغرفه او المطبخ بره. وكده تاكلي احلى كيكه صيامي، ولا بيض ولا لبن ولا زبده ولا تكاليف خالص، بمنتهى البساطه. اتمنى لو الوصفه عجبتكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. يا ريت بقى لايكات كتير للفيديو ده، محتاجه اني اوصل ل100,000 مشترك على ايديكم ان شاء الله. وبألف هنا وشفا يا رب، واشوفكم دايما على خير قريب.